السلام عليكم. معاكم الدكتورة رضوي يسري، وده برنامجكم معلومة في كبسولة، وحلقة النهاردة عن بتحب القهوة؟ أنا كمان، بس في 3 أدوية مهم تبعد عن القهوة معاها علشان صحتك. أول دواء حبوب الحديد. القهوة بتقلل امتصاص الحديد بنسبة كبيرة، يعني ممكن تاخد الدواء وما تستفيدش. تاني نوع أدوية هشاشة العظام زي البيسفوسفونيت. القهوة بتعطل امتصاصها وممكن تسبب تهيج في المعدة. ثالث نوع أدوية الاكتئاب زي الفينيلزين. القهوة ممكن ترفع ضغطك بشكل خطر لو خدتهم سوا. يعني مش لازم تبطل قهوتك، بس لازم تبعدها عن الدواء. اسأل دايماً دكتورك أو الصيدلي قبل ما تجمعهم. وبكده يكون حلقة النهاردة خلصت. كانت معاكم الدكتورة رضوى يسري من قناة دكتور فارماكوبي. انتظروني في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بتحب القهوة؟ أنا كمان، بس في 3 أدوية مهم تبعد عن القهوة معاها علشان صحتك. أول دواء حبوب الحديد. القهوة بتقلل امتصاص الحديد بنسبة كبيرة، يعني ممكن تاخد الدواء وما تستفيدش. تاني نوع أدوية هشاشة العظام زي البيسفوسفونيت. القهوة بتعطل امتصاصها وممكن تسبب تهيج في المعدة. ثالث نوع أدوية الاكتئاب زي الفينيلزين. القهوة ممكن ترفع ضغطك بشكل خطر لو خدتهم سوا. يعني مش لازم تبطل قهوتك، بس لازم تبعدها عن الدواء. اسأل دايماً دكتورك أو الصيدلي قبل ما تجمعهم.